وتعادل الاهلي امام بتروجيت، واول نقطتين يخسروا بالمدرب الجديد ياسر رب، وتعادل مستحق البتروجيت في مباراه الشوط الثاني عنوانها الفرص الضائعه للنادي الاهلي. وتعال نشوف الهدف الاول، عرضيه حلوه وخروج خاطئ من الشناوي، يطلع يمسك الهوا، والشناوي كالعاده اخطاه بجوان. وحامد بيه محمد حمدان الفداء الفلسطيني لاعب الزمالك والنجم القادم، وهدف ولا اروع بعد خروج خاطئ من الشناوي. والهدف الاول لبتروجيت في الدقيقه 10 يخض النادي الاهلي. وهنشوف محمد هاني بيطلع الكوره قصيره مس باص. هنا بقى هتلاقي اسمع ايمن الكشف هيقول لك ايه. كبيره جدا جدا في التمريرات. هو صحيح ارضيه الكليه الحربيه من الملاعب ايوه قال لك من الملاعب الثقيله، ارضيه الكليه الحربيه النجيله من الملاعب الثقيله. لعيبه النادي الاهلي الشوط الاول 200,000 مسباص، مفيش ولا كوره غير الكوره بتاعت تريزيجيه اللي هتيجي في العارضه وهنشوفها دلوقتي. هذا عرضيات هاني بقت حلوه، وبن شرقي الحمد لله بن شرقي كاد ان يفعلها، بس الحمد لله رغم ان بن شرقي بيلعب بدماغه حلوه على فكره. وتريزيجيه واحده شومه بشماله مش بيمينه، بس مالكش حظ يا تريزيجيه في العارضه، مالكش حظ يا تريزيجيه مالكش حظ. وتحس ان عمر صلاح حط فيها طراطيف صبعه ولا ايه مش عارف. واحده بن شرقي حاجاته دي الوان يا عمر يا صلاح يا عالمي يا عالمي. رد فعل ابننا الزملكاوي عمر صلاح اللي هيهدينا نقطتين، بس الزمالك بقى ما يكسفناش. عندنا ماتش صعب قدام البنك الاهلي. يا نهار ابيض، ياسين مرعي وتألق من نجم من نجوم المباراه عمر صلاح. هو مش نجم المباراه الاول، هو نجم من نجوم المباراه. وهنا بقى بص بقى كرة محمد هاني دي بقى، بص محمد هاني رفع عينه حلو، اعمل عرضيه انت بتشوطها وجراديشار اهو، جراديشار بيصوت له. هو دي مشكله محمد هاني. وبص الكره بقى بتاعت جراديشار دي في حلق الجون، استلم صح، حط الكره قدامه بس شالها من تحت لفوق. غريبه جدا. الطبيعي هنا انت عملت كل الصعب، اسندها بالراحه اي حاجه هتيجي جون، انما شالها من تحت لفوق. ودي مشكله جراديشار، ما تفهمش هو حلو ولا وحش. شبه سيف الجزيره عندنا كده، ينزل يلعب حوالين الملعب وفي الاطراف حلو. وجراديشار اهو عدى من الحارس، طب هيعمل ايه وقف يا بعد ما عدى من الجون. جراديشار عدى من الجون وما شاطهاش، وقف ولف ومستني ايه مش عارف. بقول لك عامل زي الجزيره عندنا كده، تفهمش حلو ولا وحش. قفشه مش ممكن، مش معقوله، مش بيعمل ايه الله اعلم. بص هنا بقى ايمن الكاشف قفشه طلعه عن شعور، قال قفشه بيعمل ايه، طلع الاهلاوي اللي جواه خنقه. قال لك قفشه بيعمل ايه الله اعلم، بيعمل اي حاجه. قفشه ده بتاع اي حاجه. وهنا كره حامد بيه حمدان خانيتوره كانت هجمه مرتده وسندها حلو قوي للاعب الافريقي. حط يا راجل حط. بص دي كان هيباغت بيها الشناوي. والمباراه تنتهي الحمد لله بتعادل بتروجيت. ويا رب بقى الزمالك ما يكسفناش، يا رب الزمالك يستغل يا زمالك تعثر الاهلي، وان شاء الله بيراميدز هو كمان يتعثر والعمليه تقرب تاني ويبقى فرق نقطتين بدل 4، وان شاء الله الزمالك يكسب. وقولوا لنا رايكم مين نجم الاهلي في الماتش. انا رايي انا ديانج، والنجم من ناحيه بتروجيت عمر صلاح وحامد حمدان. ولو هتقول لي واحد بس هختار عمر صلاح لانه شال كور خطيره جدا جدا جدا. ومبروك للزملكاويه تعادل الاهلي، وهارد لك لاخواتنا الاهلاويه. ما تنسوش تصلوا على النبي وتعمل لي شير وفولو ولايك. ربنا يهديك، يعمل لي فولو. سلام.